طيب الفيديو ده خليك تعرف ازاي تتكلم الانجليزي اللي يخلي متحدثين اللغة الام نفسهم يختاروك انت عشان تقدم عرض تقديمي وهم يقفوا على جنب. الانجليزي اللي يخليك تعرف تقلش وتضحك بلغة تانية غير لغتك وتبني علاقات قوية نفس اللي بتبنيها بلغتك الام. الفيديو ده هديك كل حاجة انت محتاج تعرفها، رشح لك افلام تتفرج عليها. احنا دايما بيقولوا بتتفرج على افلام بس انت بتعرفش تتفرج على افلام ايه. انا مصطفى مهدي، طالب مصري بدرس في امريكا. القناة دي بحط عليها كل حاجة انت محتاج تعرفها وبحط عليها يومياتي، انزل اعمل لنا اشتراك لو عايز تفضل تشوف المحتوى ده. خلينا نبدأ. بالمناسبة لو انا اتكلمت بطريقة غريبة، لو حسيتوا بحاجة غريبة، مش تعرفوا بس ان انا يعني هي دي الكاميرا اللي انا قاعد اصور بيها. السرير متبهدل بس مش مشكلة. تشيكا واكسل هناك، فهم دول ضيوف الشرف في الفيديو ده. بس انا هلخص الفيديو ده في ثلاث حاجات ركز عليهم وهتخلص، وهديك السر والحاجه الوحيده اللي انا نفسي اكون اعرفها حد يقولها لي قبل ما اجي هنا. شوف، انا عمري ما درست انجليزي، عمري ما خدت كورس انجليزي، بس كنت بتفرج على افلام كتير وكده، فدايما بفهم انجليزي بس ما بعرفش اتكلمه. فايه المشكله في الموضوع ده؟ المشكله ان انت بتترجم، انت بتستخدم لغتك الام العربي كوسيط بين الانجليزي ودماغك، ودي حاجه غلط. الاطفال لما بيجوا يتعلموا اللغة ما بيجوش يقولوا مثلا تفاحة، ما بيجوش يقولوا التفاحة دي معناها جو جاجا بلغتي انا. لا، ما بيفكروش كده، بيربطوا التفاحة بكلمة تفاحة. لكن انت اللي بتعمله بالانجليزي لو بتتعلم كلمة تفاحة، انت بتحط قبل الكلمة بالانجليزي تربطها بكلمة التفاحة اللي هي الكلمة اللي بالعربي، والكلمة اللي بالعربي مربوطة التفاحة فعلا. فالموضوع ده غلط لانك بتحط وسيط. فمهما كنت بتفهم انجليزي انت هتبقى ابطأ، لان دايما يعني لو حد سألك how are you today هتعمل ايه؟ بالطريقة اللي انت بتفكر في الانجليزي كمادة دراسية، الطريقة اللي هتجاوب بيها على السؤال ده how are you today ده معناه انت عامل ايه النهاردة. انت عامل ايه النهارده؟ انا كويس الحمد لله. انت عامل ايه؟ بعدين تفكر الترجمه، انا كويس النهارده. I am good today. انت عامل ايه؟ هتبقى انت عامل ايه؟ you how لا مش ظابطه، فتقول هتبقى how are you doing. شوف، انا مهما كنت كويس في الانجليزي لكن لما تقري اترجم اللي انا بفكر فيه بالعربي هعمله غلط. لكن لما تاخد السؤال بالانجليزي how are you وتبقى عارف ان ده سؤال معناه انت عامل ايه النهارده، من غير ما تكون مترجمه بتكون عارف ان هو ده عشان ده عقلك، عشان انت عملت عقل جديد باللغه الانجليزيه. اللي هيحصل ان انت تقول I'm good how about you بكل بساطة، لأنك بدأت تفكر بالإنجليزي، مش هتبقى بطيء. أنا لغاية دلوقتي شوف، أنا بدرس 3 تخصصات هندسة بالإنجليزي. في كلمات بالإنجليزي أنا معرفش معناها بالعربي، وكلمات بالعربي أنا معرفش معناها بالإنجليزي، ودي حاجة عادية لأن دول عقلين غير بعض. لما بكلم حد إنجليزي أنا بفكر بالإنجليزي، ولما أكلم حد بالعربي أنا بفكر بالعربي. وده يودينا للنقطة اللي بيتكلموا عربي ويحطوا الجمل في الانجليزي دول مش فاهمين اي حاجه. I ordered short ribs من Garden 8 ب 4K. ده اللي بيعملها الناس اللي عايزه تعمل نفسها بتفهم انجليزي. انت عمرك ما هتبقى فلوينت. ولو تلاحظ انا قلت فلوينت بالانجليزي، مع انا من شويه بقول اللي بيقول كلمه انجليزي في النص بيبقى مش فاهم حاجه. انا فاهم كلمه فلوينت بس ما اعرفش قوي معناها بالعربي. طلاقه معناها بالعربي طلاقه. احتاجت ادور، احتاجت افكر مده طويله، بس انا كنت استخدمت كلمه فلوينت عشان انا عارفها بالانجليزي وما بستخدمهاش كتير بالعربي. فانا عارفها بالانجليزي بس ما اعرفهاش بالعربي. فدي الفكره، انت يبقى عندك عقلين مختلفين. ده كلمه السر، دي الحاجه اللي هتخليك فعلا تعرف تتكلم انجليزي. والكلاب دي بدات تطلع تجنني بس مش مشكله. هم شايفيني قاعد ازعق وبيقولوا ماله المجنون ده، بس مش موضوعنا. المهم انت لو عجبك الفيديو لغايه دلوقتي اعمل لي لايك عشان ينتشر الفيديو، عشان انا بفيدك وانت بتفيدني، يعني احنا عندنا فايده متبادله يعني. المهم اول حاجه هنبدا نركز على ال3 حاجات اللي انا بقولك عليها. اول حاجه الثروه اللغويه، وان انت تبدا تفهم انجليزي. لو انت مش بتفهم انجليزي اللي انت محتاج تعمله ان انت تبدا بعمليه ان انت تبدل العربي بالانجليزي. ده مش معناه ان انت تغير تليفونك من عربي لانجليزي والعبط ده. انا عايزك بس شفت انت منتج عايز تشتريه، تليفون نزل، بدل ما تتفرج على يحيى رضوان تتفرج على MKBHD.
عايز تعرف حاجه عن الجيم، بدل ما تتفرج على انفورما اتفرج على جيف نيبر، ومع الوقت حتى لو انت مش فاهم هتتحسن، لان دول متحدثين اللغه الام. وبعدين اهم حاجه اتفرج على افلام انجليزي. انا كنت بفكر في ايه الافلام اللي ارشحها، ما لقيتش حاجه احسن من مارفل. شوف مارفل الانجليزي بتاعها مش صعب قوي فهتقدر تفهمه، والافلام عائليه يعني تقدر تتفرج عليها مع عيلتك، ما فيهاش لقطات قليله الادب كتير الا ايرون مان 1. لما تشوف ايرون مان 1 هتلاحظ تخصصات الهندسه. الافلام مارفل بشكل عام 24 فيلم لو انت اتفرجت عليهم كلهم، بعيدا عن ان هم افلام ممتعه، هتبقى بتبدا تفهم الناس بالانجليزي. اتفرج عليهم بترجمه بس عشان تبدا تفهم شويه، وبعدين هتعرف تعمل الحاجه اللي قلتها لك في الاول، ان انت تبدا تفكر بالانجليزي. فافلام مارفل عالم سينمائي نزلت بترتيب مختلف. انا هنا هحط لك ترتيب الافلام في العالم السينمائي نفسه، في تاريخ العالم السينمائي ده. البتاع دي انت لو دورت على الانترنت هتجيبها، بس انا جبتها لك عشان بحبك يعني. هو ده. وقف الفيديو وخد سكرين شوت. بعدين الصورة كانت صغيرة فحطيت لكم الصورة دي يا رجالة عشان بحبكم. الدنيا قاعدة ترعد بره. فبعد ما تعمل كده هتبقى عندك محصلة لغوية، وهتبدأ تفهم الناس وتفهم الانجليزي. احسن حاجة عشان تتكلم بالانجليزي ان انت تتكلم مع متحدثين اللغة، اللي هم بيتحدثوا اللغة من هم اطفال، اللي ما يعرفوش لغة غيرها. وده مش هتلاقي عند واحد بيدي كورس. لو بتتعلم انجليزي من واحد لغته الانجليزية هي لغته التانية، مش هتستفاد اي حاجة. ده السبب ان انا ما طلعتش دلوقتي واديت دروس، لان معظم الجرامر انا اقسم بالله ما اعرف لكش ولا اي قاعدة جرامر، ولا اي قاعده جرامر في الانجليزي، ولا بس سمبل، ولا اعرف اي الكلام ده. يعني انت ما تعرفش قواعد اللغه العربيه المصريه، ما بتعرفش مثلا شين النفي، بتقول ما فيش، ما بتعرفش الحاجات دي في دماغك. ده اللي انت هتعمله لما تتفرج على افلام. بس خليني اكمل مع موضوع المتحدثين اللغه. انت مش هتعرف توصل، للاسف مش هتعرف توصل لمتحدثين اللغه الام تقول اكلم واحد من الانترنت. ده هيبقى عبط، يعني لو عرفت تبقى حاجه كويسه، لو ما عرفتش انا عايزك تشوف مشاهد في الافلام دي، هتبقى في مشاهد فخمه، هتفضل المشاهد دي في بالك. عايزك تحاول انت تقلدها، بس اقفل على نفسك عشان ما الناس ما تقولش عليك عبيط. يعني حاول تتكلم انجليزي بالطريقه دي، تكلم نفسك بالكلام اللي اتقال في الافلام دي. تاني احسن حاجه تعملها بعد ان انت تتحدث مع متحدث اللغه الاصلي. مع الوقت هتبدا تعرف تتكلم انجليزي وتفكر بالانجليزي بالطريقتين دول. تتفرج على الافلام وتحاول تقلل المشاهد. ثالث حاجه اللي الكل بيكلمني عنها هي النطق او اللهجه. شوف احنا كمصريين عندنا 3 حروف بس لازم ننتبه لها. لا بص، كعرب احنا ده 3 حروف. اول حاجه ما تقولش ذا، قول ذا، وبعدين حرف الباء والبا. انا لغايه دلوقتي وداني ما بتسمعش الفرق ما بينهم، بس الامريكان بيلاحظوا وبيخرب كلمات. فبوك وبنسل بالنطق مختلف، بس يعني انا اول ما جيت عملت لي مشكله الموضوع ده. واخر حاجه مش لازم تتعلمها قوي، الار احنا بنقول ر، هما بيقولوا جاز مش جيرلز. ده هيحطنا على موضوع انا اتكلمت عليه 60,000 مره. اكتر من كده ما تحاولش تغير لهجتك. انت هيبقى عندك صوت مميز، ان انت عندك لسان عربي ما تغيروش. الكلمات انطقها صح، مش بقولك ما تنطقهاش صح، انطقها صح، بس ما تحاولش تقلد صوت الامريكان. يعني انا والله افتكر ان انا في مره كنت ماشي في الشارع وبكلم حد على التليفون، واحد في نص الشارع وقفني قال لي هو انت منين؟ قلت انا قلت له من مصر. قام قال لي والله انت عندك لهجه قويه، يعني لهجه حلوه قوي. انا نفسي يبقى عندي اللهجه دي. وقفت كده وقعدت افتكر. ما تقولش يو اند يو اند يو اند يو اند يو، انت نعم. قول يا بطل تقول sorry I fell asleep وابتدي تتكلم زي الامريكان، وانستاد قول sorry I nodded off. بطل تتكلم ازاي تتعلم تتكلم نفسك. سيبك من الناس العبيطه دي بجد. انت عندك حاجه مميزه ان انت بتتكلم لهجه تانية، دي مش حاجه انت لازم تخبيها او تعملها، دي ميزه. الناس اللي بيقولك تتعلم النطق وتعلم الاكسنت الصحيح وبتاع، دول ما يفهموش اي حاجه، ولا عارفوا امريكان ولا عارفين اي حاجه. عشان لو يعرفوا امريكان يعرفوا ان انا مثلا لو رحت اي حفله، لو رحت اي تجمع وبدات اتكلم، الناس كلها بتهتم عشان بتقول اوه ده واحد مختلف، مين ده بتاع. وفي كل العالم
الناس الألمانيين اللي بيتكلموا انجليزي بيبقى عندهم لهجة فخمة والناس بتحبها. الناس الفرنسيين لما بييجوا يتكلموا انجليزي فخمة. الا احنا العرب بنتقرف من نفسنا، بنتقرف من احنا عندنا لهجة ما بنتكلمش انجليزي صح. فاللي عايزك تعمله ان انت تنسى حوار اللهجة ده وتنسى حوار النقص ان انا لازم اتعلم. ازاي تتعلم تتكلم نفس الامريكان؟ سيبك من العبط ده. لو تتعلم نفس تتكلم نفس الموضوع بقى، سيبك من العبط ده. بس ما تعملش كورسات في مصر ان واحد بلغته التانية هو اللي مهما كان بيتكلم كويس فستيل هي لغته التانية. انا ما اقدرش اعلمك انجليزي، انا اديتك الطرق اللي خلتني انا اتعلم انجليزي وبس. شكرا. احنا دلوقتي وصلنا 62% من الهدف بتاعنا، وان شاء الله بعد الفيديو ده انا حاسه مفيد والناس كتير بتسألني عنه، فاعتقد ان هو يجيب اكتر. 62% من هدفنا، متبقى لنا 38، متبقى لنا قرب اللي احنا بدأنا بيه. احنا لما بدأنا الهدف كان 32. فاعمل اشتراك. اللي ما يعرفش الهدف ده ليه، عشان اقدر انا راجع الجامعة بعد كام يوم على نص شهر 8. فعايزين نوصل ل 10,000 مشترك عشان ابدأ اصور في الجامعة قبل ما ارجع الجامعة. فاهم؟ قالوا لي ان انا لازم يبقى عندي رقم كبير عشان اقدر اصور في الجامعة، وده اللي انا بعمله. فبس شكرا على المشاهدة، و اطلع بره.